5 اخطاء بتدمر التستوستيرون حتى لو انت واخد اصلا تي ار تي او علاج تهويضي بالتستوستيرون. اول حاجه التمرين الزياده. الرجاله سمعت الفيديو اللي فات وقلقت من الكرش وكله دخل قتل نفسه في التمرين. لا يا صديقي، التمرين الزائد عن الحد ده بيرفع الكورتيزول، والكورتيزول ده لما بيزيد اصلا هو بيتكون من نفس الاب او الماده الخام اللي بيعمل الهرمونات الاخرى، فبيعمل حاجه اسمها كورتيزول ستيل فينومينا. سواء ست او راجل، الكورتيزول العالي بيسرق من الماده الخام اللي بتعمل التستوستيرون والاستروجين والبروجستيرون. انت محتاج تتمرن 45 دقيقه في اليوم، 5 ايام في الاسبوع، ويبقى فيه يومين راحه وبالعقل يعني. تمام. تاني حاجه ممكن تدمر التستوستيرون بتاعك فخ الحبوب والمكملات. انت قلقان ومش عاجبك انك انت مش انت وعايز ترجع يعني شبابك، فبتجيب كله بقى، تدخل على هنا وعلى هنا واونلاين وصاحبك اللي مسافر وتفضل تجيب 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 تجيب. اولا ده في النهايه عبء على الكبد وعلى الكلى. ثانيا لو الهرمونات مش مظبطه مش هيشتغل، هناخد بس منه سايد افكت، ولازم كده كده يكون تحت اشراف طبيب. ثالث غلطه انك تاخد هرمون التستوستيرون نفسه. احنا محتاجينه ولكن باقل جرعه ممكنه في اطار فهمنا لكل الهرمونات، يعني مش التستوستيرون بس يبقى فيه مشكله.